المركز الصدقي اللي حلت عندنا بالمؤسسه اليوم باش تغطي معنا هذا النشاط اللي حنا كنعتبروه واحد النشاط كبير ومهم جدا. على اي معكم هذه الخطوه مدير المؤسسه، ومن بعد ما شكرت الاخوان ديال صدى خريبكا نبغي نوجه تحيه خاصه وحاره جدا لجميع تلاميذ المؤسسه، مؤسسه الثانوي الداخله بوجنيبه، وهذا فخر كبير انهم استجابوا لهذه الدعوه اللي انطلقت مع نادي البيئه بالمؤسسه. ونحيي ايضا جميع الاساتذه اللي هما انخرطوا في هذا النشاط اللي هو الهدف ديالو الاساسي انه يعاود يحيي الصله بين التلميذ والمؤسسه ديالو كمؤسسه تربويه وكفضاء المفروض انه يشارك فيه ويزينه ويجملوا باش يعيش فيه براحه. ولهذا كان الشعار ديالنا في هذا النشاط هذا هو لنجعل من مؤسستنا فضاء جميلا نعيش فيه تربويا ونحقق فيه بطبيعه الحال الاهداف ديالنا التربويه. فاذا نعاود نشد بحراره على ايدي جميع التلاميذ ونوجه لهم تحيه ولعائلاتهم، لان واحد المجموعه ديال التلاميذ ساهموا في هذا النهار هذا بالمأكولات بالاتاي، وهذا الشيء راه جا من الاهالي. اذا حتى الاهالي ديالهم بوجنيبه كنوجهوا لهم تحيه خاصه، كنشدوا بحراره على ايدي جميع التلاميذ والاساتذه. وشكرا لصدى خريبكا. مؤسسات ديال نادي البيئه الثانويه الداخليه بوجنيبه، اضطرينا باش نقوم بواحد اليوم ديال البيئه وخصصناه لتنظيف الساحه ديال المؤسسه والساحه والاقسام. وهذا النشاط كان بشراكه مع جمعيه الربيع. وكما تلاحظوا انتم شفتوا يعني المساهمه الفعاله ديال التلاميذ والاساتذه في هذا النشاط. كنتمنى ان شاء الله هذا النشاط يعاود ان شاء الله في الدوره الثانيه خدمه للصالح. يوسف الدوزان امين مال جمعيه الربيع للتنميه والمواطنه بوجنيبه. الجمعيه اليوم بالتنسيق مع التلاميذ الداخله التاهيليه درنا الحمد لله واحد يوم بيئي شارك فيه التلاميذ واساتذه المؤسسه كذلك اعضاء مخالطه جمعيه الربيع. الحمد لله كما كتشوفوا يعني النشاط مر احسن ما يرام. تم تنظيف تنظيف اقسام، صبغ الاشجار، صبغ الجداريات. تلاميذ المؤسسه قاموا بعده انشطه موازيه، اذاعه كاذاعه اسئله، مسابقات ثقافيه ترفيهيه، وكان الحمد لله ان الامور كامله دازت مزيانه وكل شيء فرحان والحمد لله.
الثانويه الداخله بوجنيبه. اليوم كنقدموا لكم واحد النشاط على الثانويه الداخله اللي هو يوم بيئي كيتعلق بالنظافه ديال هذا المحيط، وحنا درنا شراكه مع جمعيه انتم شكون؟ حنا نادي البيئه درنا شراكه مع جمعيه ربيع للتنميه والمواطنه بوجنيبه. كما كتشوفوا حنا تعاوننا مع رئيس جمعيه الاباء اللي خول لينا باش نديروا هاد الانشطه، خدا لينا صباغه، خدا لينا كاع المعدات باش يدوز واحد النشاط زوين وواحد الحفل مزيان. المهم كنشكروا واحد المؤسسه اللي وفرت لينا هاد الفضاء، بعدا وفرت لينا صباغه ومعدات كاملين باش نصبوا هاد المحيط. هي صراحه اليوم كان هذا النشاط بادره طيبه من عند جمعيه ربيع للتنميه والمواطنه والنادي ديال البيئه اللي هما تيزخروا على وديت باش يقادوا هذه المؤسسه ويقوموا بها للقدام، بحال التشجير، يقادوا النظافه ديالها، الاقسام يمسحوا هذوك الكلمات اللي لا علاقه لها بالتعليم ولا بالتدريس خاصهم يتحيدوا. وتنشكر جميع من ساند على هذا الشيء، وبالمناسبه تنوجه الخطاب ديال التلاميذ تنقول لهم هاد الرسومات اللي عند الحيط وهادشي راه ما تعتبر شي حاجه، راه الا كنت عندك خاصكم تحيدوا. ميرينوي تلميذ وعضو في نادي البيئه بثانويه الداخله ببوجنيبه. تنبغي نشكر صادق قريب على هذه الاستضافه، وتنبغي نشكر جميع من ساهم في هذا النشاط من التلاميذ والاساتذه. وهذا الشيء تيبين على حاجه وحده، ان التلميذ في مدينه بوجنيبه الا توفرت ليه الامكانيات يقدر يدير بزاف ديال الحوايج، وهذا هو اكبر دليل. الثانوي كي كانت في القبل كي ولات من بعد. تنبغي نشكر جمعيه ربيع للتنميه والمواطنه اللي ساهموا معنا في هذا النشاط، واللي قاموا بعده اشياء في التقطير وفي مختلف اشياء اخرى. وتنبغي نشكر جميع الاساتذه ديال الثانويه.